يا ترى كام مرة بصيتي لابنك وهو واقف قصاد المراية ولقيتيه عمال يظبط في شنبه اللي بدأ يظهر أو صوته اللي بدأ يتخن وقلتي لنفسك خلاص ابني كبر وبقى راجل ومسؤول، وبعدها ب5 دقايق بالظبط اتفاجئتي بتصرف طفولي جدا أو ردة فعل غير محسوبة خلتك تفقدي أعصابك وتقولي امتى بقى هتعقل وتكبر؟ احنا داخلين على فترة فيها أجازات، فيها خروجات واحتكاك مباشر بالناس، والمشكلة الأكبر اللي بتواجهنا هي وهم النضج. بنشوفهم كبروا شكلا فبنحملهم مسؤولية عقلية ونفسية هم لسه مش جاهزين ليها. وهنا بيجي سؤال مهم، ليه ابني بيبان راجل بس بيتصرف كأنه طفل؟ وليه بنحس اننا مش فاهمينهم وهم مش فاهمين نفسهم؟ عشان نفك الشفرة دي محتاجين نستخدم أداة هسميها معاكم النهاردة أداة الشرنقة الذهبية. المراهقة يا جماعة مش مرض، هي مرحلة انتقالية من طفل شكلا وموضوعا لراجل شكلا وموضوعا. ربنا سبحانه وتعالى في فطرته خلى النمو الجسماني يسبق النمو العقلي والنفسي. ليه؟ علشان ده يكون جرس انذار لينا احنا كأهل ان ربنا بيقول لنا ان الطفل اللي كان بيسمع الكلام خلاص بيقفل شرنقته على نفسه عشان يخرج منها راجل، وده يخليكي تبدأي تجهزي نفسك لدور جديد. خلينا ناخد مثال عملي بيحصل في كل بيت. تخيلي ابنك في سن ال15 راجع من بره لابس لبس غريب او عامل شعره بطريقة مش عاجباكي وانتقدتيه، رده كان بجح او عنيف او قفل الباب في وشك. هنا بنعمل ايه بأداة الشرنقة؟ بدل ما تصطدمي معاه وتكسري الشرنقة دي وللأسف بتطلع لنا شخصية مشوهة أو ضعيفة، استوعبي إن اللي قدامك ده طفل في ثوب رجل. هو بيبان انه فاهم كل حاجة بس الحقيقة انه عايز يفهم كل حاجة بس خايف. بدل ما تقولي انت بقيت طول الباب بس بترد كده، جربي تقولي انا شايفة ان في حاجة مضايقاك، لما تهدى انا موجودة عشان اسمعك مش عشان احكم عليك. احنا هنا بنحمي الفراشة وهي في الشرنقة وهي لسه بتنمو اجنحتها. انا عارفة ان اكتر حاجة بتخوفك كأم هي اني لو سبته يعمل اللي هو عايزه هيضيع مني، وخصوصا لو في جدود او اهل بيتدخلوا وبيدلعوا بزيادة في نفس الوقت اللي انت شايفة ان الشدة فيه مطلوبة. خليني اطمنك واقولك سيبي الجدود يدلعوا، لان المراهق بيحتاج يشعر بالحب الغير مشروط في المرحلة دي، والدلع من الجدود مش هو اللي هيفسده. اللي هيفسده هو الصراع المستمر داخل البيت، والمرحلة دي طبيعي يكون فيها لخبطة وتوتر وعدم استقرار شعوري. ده طبيعي مش فشل تربوي منك. الشرنقة محتاجة هدوء مش تخبيط وتكسير. طب ازاي اكون قائدة في البيت والشرنقة دي موجودة؟ القيادة هنا معناها الاحتواء الذكي. دورك في المرحلة دي مش عسكري مرور بيدي أوامر، دورك هو مرشد سياحي في رحلة وعيه، مصاحبة ودردشة وسماع أكتر بكتير من الكلام. لما تسمعي أكتر ابنك هيثق فيكي، ولما يثق فيكي هتقدري تعلميه يعني إيه رجل مسؤول فعلا، مش بس بالاسم والشنب. في النهاية أنا عارفة إن الكلام ده ممكن يبان سهل بس تطبيقه صعب جدا، لأننا أحيانا مش بنكون فاهمين نفسنا قبل ما نكون مش فاهمينهم. العصبية اللي بتطلع مننا أو الخوف الزائد غالبا بيكون ليه جذور جواكي انتي، قناعات قديمة أو جروح محتاجة تتنظف علشان تعرفي تتعاملي بوعي مع ولادك. ودي كانت خلاصة الجلسات.